يا حزني أنا يما، يا فرحة ما تمت خدها الفار وطار. يا سلام لو الهدف ده كان اتحسب، ده أنا ممكن كنت أعتزل بعدها. بس هنقول إيه، حظوظ. حزين من صغر سني، ومين على يعني، واخدني الفار لحزن كبير ما قابلني. ما خلاص يا سي عبد الباسط بزير انت، ده ما كانش حته هدف اتلغى يعني. وبعدين انا مش زعلان غير على الاحتفال اللي انت عملته بعد الهدف، وقعدت تجري ونفسك اتقطع وتقول فاموس ومش فاموس يجي نص ساعه، وفي الاخر كله طلع بلح. المشكلة مش في كده، المشكلة إن لما طولت في الاحتفال شوية لقيت اللاعب بتاع اتحاد العاصمة هو التاني بيحتفل. خلاني شكيت في نفسي، قلت معقولة الواد من حلاوة الجون بتاعي قعد يحتفل هو التاني؟ لا يا اخويا، ده كان بيحتفل بضربه الجزاء اللي جابها فيكم، وزي ما بيقولوا تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. بس عارف مين السبب في ده كله؟ حسام عبد المجيد، هو اللي خرب الدنيا وهو اللي عمل ضربه الجزاء. منه لله حسام عبد المجيد، ده احنا لو خسرنا الدوري والكونفدرالية هيبقى بسببه. أنا حاسس إن الواد ده مزقوق علينا، ده بيعمل ضربات جزاء أكتر ما بيدخل الحمام. ده انا كمان سمعت ان حسام عبد المجيد ده هو اللي بلغ عن ارض اكتوبر اللي اتخذت منكم. انت عارف، انا لو مكان الكابتن معتمد جمال انزل مدافع من الزمالك تبقى وظيفته الوحيده ان هو يمسك حسام عبد المجيد. ويا ريت ينفع. المشكلة إنه بيطور نفسه، يعني قبل كده كان يتسبب في جون يضيع ضربة جزاء، إنما دلوقتي وصل للنسخة البرايم، لغى هدف وتسبب في ضربة جزاء جت فينا احنا هدف. ده بيفكرني بحكايه الرجل اللي كان قاعد يتعشى مع عياله ودخل عليهم عجل، فالراجل قال لابنه الكبير قوم يا عوض امسك العجل ده. عوض وهو بيقوم راح كسر اللمبه، الدنيا ظلمت، وقلب صينيه الاكل وداس على رجل ابوه كسرها. راح الراجل قال لعياله يا عيال سيبوا العجل وامسكوا عوض. بس خلي بالك يا سبزيره، انتوا من ساعه ماتش الاهلي وانتم الدنيا بايظه معاكم خالص. بتفكرني ليه بس بماتش الأهلي؟ ده الدنيا كانت ماشية زبادي خلاط قبل الماتش ده، وأول ما اتغلبنا منهم قلبت علينا قلبة منيلة.